ليه معلول مشي من الأهلي؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هيروح فين بعد كده؟ أسئلة كتير بتدور في دماغ جماهير النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي رحيله عن النادي الأهلي النهاردة. الجمهور كله مش مستوعب. علي معلول اللي قضى 9 سنين مع الأهلي وحقق فيهم 21 بطولة قرر يمشي بعد ما المدير الفني مارسيل كولر ما اهتمش بمستقبله، رغم انه تعافى تماما من اصابته في وتر اخيل. معلول حس انه لازم يرفع الحرج عن النادي فاختار انه يمشي. وكيله جون ادوار قال ان هم خدوا القرار بالرحيل عن الاهلي النهارده عشان يرفعوا الحرج عن الكل، خصوصا بعد تعافي معلول الكامل من الاصابه وانه كان جاهز انه يشارك في المباريات الجايه. ولكن محدش اتكلم معاه من النادي من قريب ولا من بعيد لحد اللحظه اللي قرر معلول يمشي فيها، ولا عن مستقبله ولا اذا كانوا هيجددوا معاه ولا لا. بالنسبة لخطواته الجاية في كلام إنه ممكن يروح الدوري القطري، خصوصا بعد ما جاله عروض من هناك، وكمان في أندية في السعودية كانت مهتمة بيه قبل كده. في النهاية معلول شكر جماهير الأهلي على دعمهم المستمر، وأكد إن رغم العروض المغرية اللي جات له قبل كده فضل إنه يبقى مع الأهلي ويكتب تاريخ مع النادي. دلوقتي كلنا مستنيين نشوف معلول هيكمل مسيرته فين بعد ما ساب الأهلي. ما تبكيش اما انت دموعك قليلة ليا بيفاجئها ربي وتهزينا سيبي انا العاقل مشات حياتي باطل.